طب هو ينفع ولادي يكون نفسهم في رز باللبن واخد الوش الحلو ده وانا ما اقومش اعمله لهم؟ لا، وشايفين كل الكمية دي بكوباية الا ربع بس من الرز المصري. تعالوا بقى اقول لكم الطريقة بتاعتنا ازاي. هجيب حلة على النار وهنزل فيها بكوبايتين ونص من المية، وبعد كده هنزل بكوباية الا ربع من الرز المصري. يدوب بس غسلته ونزلت بيه على طول، يعني مش نقعه ولا حاجة بس. وبعد كده هديله تقليبة في المية وهسيبه يغلي على نار هادية. وفي حلة تاني على النار هكون مجهزة معايا لتر من الحليب وبرضو سايباه يغلي على نار هادية. وبعد ما الرز يستوي معايا بالشكل اللي هنشوفه ده، وهعرف ازاي ان هو استوى، طبعا همسك الرزاية اهرسها بايدي كده، واول ما الاقيها اتهرست يبقى اعرف ان الرز استوى. فبالتالي هرفعه من على النار وهجيب اللبن على النار العالية علشان يكمل الغليان بتاعه. واول ما اللبن يبتدي يغلي بالشكل ده هبتدي انزل عليه بالرز اللي احنا سلقناه زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هدي تقليبة للرز وابتدي نشوف ايه هننزل عليه تاني. هنزل عليهم بظرفين من الفانيليا علشان يديني نكهة حلوة للرز باللبن. بعد كده هحط كوباية وربع من السكر، وده بالنسبة لي ده الحالة المظبوط للرز باللبن. انتي بتحبي السكر اقل من كده اكتر من كده، دي حريتك انتي في الطعم وفي المذاق. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من القشطة دي هي اللي هتدي طعم حلو للرز باللبن. انا مش بنزل بكريم شانتيه ولا حاجة، هو بستكفي بس بالمعلقتين القشطة دي، بتدي طعم فعلا حلو للرز باللبن. بعد كده هنا هكون محضرة معلقتين كبار مدوباهم في ربع كوباية مية من النشا، معلقتين كبار من النشا مدوباهم في ربع كوباية من المية، وهنزل بيهم على الرز باللبن وابتدي احرك بسرعة لغاية ما النشا يدوب ويبتدي الخليط او قوام الرز باللبن يبتدي يتقل معايا. وهعرف ازاي؟ لما اقلب ظهر المغرفة كده واسحب بصبعي كده الاقي ان الخليط يعني مرجعش تاني، فكده معناه ان هو استوى كويس. بعد كده اول ما الرز استوى بالشكل ده هبتدي اغرفه في البولات، يا ريت يكون يعني البولات اللي هنستخدمها تستحمل حرارة الفرن لان انا هدخله تحت الشواية. بعد كده هبتدي اغرف الرز باللبن وابتدي اظبطه واحطه، بعد كده ادخله تحت الشواية. واول ما ياخد اللون الجميل ده يبقى كده نطلعه ونسيبه يهدى، وبعد كده ندخله التلاجة. وبعد كده هو لما هيهدى ويسقع هياخد وش الكرمشة اللي